السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم جيتكم بواحد الوصفه غزاله اللي كتبيض الوجه واليدين فنه 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 بزاف. وصراحه معتمده عندي الا كانت عندي شي مناسبه وكان عندي الوقت باش نتهلا في راسي، ما نكذبش عليكم لان الوقت ما كاينش حتى تسمى الله يحضر السلامه اللي كنعيشوه. ولكن هذه ما كتاخذش منك بزاف ديال الوقت، يعني من واحد ثلث ساعه كتكوني مساليه بكل شيء ليها. المهم ما نطولش عليكم البنات، نتوما عارفين النعناع الماده ديال المينطول المبرده اللي فيه وكذلك مصفي وكينقي الوجه. المهم نتوما غتلاحظوا كل شيء على عينيكم. بالنسبه للايديا شوفوا كي دايرين، راهم مشوطين بالكوزينه وبالشقه وداكشي، وغادي تشوفوا ان شاء الله من بعد كيفاش غادي يوليو. بالنسبه للوصفه البنات ما نطولش عليكم بزاف، سمحوا لي حيت شحال هادي ما صورت. المهم عندي هنايا كيف كتشوفوا السكر الاشقر، كيف كتشوفوا سنيده هكا، يعني هذه كان احسن. عندي هنا معلقه صغيره ديال القهوه. بالنسبه للسنيده هنا استعملت معلقه كبيره، وهنا عندي ربع معلقه ديال البيكينغ باودر اولا الصودا اللي كنستعملوا الخميره ديال الحلويات، كنستعمل منها نص معلقه. وهنايا عندي الا ما توفرتش كيف قلت لكم استعملوا السكر الابيض العادي، يعني ماشي بالضروره السكر الاشقر، ها هو كيعطي واحد اللمعان لانه طبيعي زوين بزاف. هذا بالنسبه للكوماج. وبالنسبه للوصفه الاولى اللي كنستعملوا الا وهي النعناع، كنديروا فيه الماء. انا غادي نديرو معكم البنات وغادي نرجع نكمل معكم الفيديو. كيف قلت لكم البخار اما نعناع ولا خزامه، شنو ما توفر عندك. كندير الماء في النعناع، كنخليه حتى كنغطيه حتى كيغلى باش ما يطروش منه زيوت الطياره. كدير عليه وجهي اولا كنحط عليه فوطه، وكنحس بنحط على وجهي بشويه نشوف الحراره ديال الوجه ديالي واش غيتحملها ولا لا. وكندوز بها كنمسح، كتحيد الرؤوس السوداء وكتفتح لينا المسام. غزاله بزاف صراحه. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي نخرجوا يديا. غادي نديرو دابا يغلي ونرجع معاكم. وبالنسبه للبنات الماسك ديال اللي كينقي الوجه وكيبيض وكيرطب وكيعطي واحد اللمعان غزال بزاف 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 صراحه، زوين غتشكروني عليه، ساهل بزاف. كيف كتشوفوا هنايا عندي هذه الفراره ديال الحليب بلدي هكا ولا حليب عادي. الا فيضتيه وطلعت لي ديك الفراره ما تلوحيهاش، جمعيها هكا. يعني اسهل وصفه واحسن وصفه في تبييض الوجه، كتعطي واحد الكولاجين ممتاز. كيف كتشوفوا هنايا ها هي. وعندي هنا معلقه ديال العسل، اكيد العسل طبيعي بطبيعه الحال، لما كانش حتى هو استعملوا العادي، المهم كيكون عسل، هذا هو المهم. صراحه كتجي كتبيض الوجه مزيان مزيان وكتنقيه، كترطب البشره بزاف. صافي. وهنايا البنات عندي واحد الطريف ديال البنان، يعني غير طريف، ما تستعملوش وحده كامله لانه غادي غير يبقى هكا يتلاح. اللهم استعملوا طريف اللي غادي يكفينا في الوجه ديالنا وفي الرقبه ديالنا وفي يدينا وفي كلشي. كناخذ هنا واحد الحكاكه هكا رقيقه هكا، كنحكو نتوما كيف كتشوفوا حتى كيخرج بحال البوماد. صافي هذه هي الوصفه. هنا كنخلط المكونات مع بعضياتهم. بالنسبه للبنات هنا باش غادي نخلط هذاك لونغوماج بزيت الزيتون، يمكن لكم تستعملوا اي زيت، ماشي بالضروره زيت الزيتون، حتى الا كان الزيت الرومي ماشي مشكل لانه هذا غير غوماج. حتى الوصفه كذلك هنا غادي نخلطها مزيان، السكر مع القهوه مع البيكربونات الصودا. صراحه هذا الكوماج رائع، هذا بوحدو تقدروا تستعملوا البنات لوجهكم ولايديكم، كيبيض غزال فن بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. بالنسبه للبنات النعناع كيف كتشوفوا عندي راه واجد. وهنايا عندي قطينه كيف كتشوفوا كنفزكها شويه هكا حتى كتكون درجه الحراره ديال انني كنتحملوها. بردوها غير بشويه عليكم، يكون النعناع يعني دافي. صافي. وكنمسح بها ايديا هكا كيف كتشوفوا. غادي نستعمل معكم، وكنحاولوا اننا نديروا كوماج بطريقه دائريه بحال الطريقه اللي كنستعملوا عاديه هكا مزيان. نخليوه في ايدينا واحد 5 ديال الدقائق وحنا كنقوميو هكا، عاد نغسلوه بالماء فقط، ما نستعملوش. كيف كتشوفوا هانتوما شوفوا هذه، شوفوا هذه مع الدوره الدمويه ومع الوصفه الصراحه زوينه بزاف. انا غادي نغسلها وغادي نشوفوا الفرق بعينيكم. هانتوما البنات شوفوا الفرق ما بين هنا
وما بين هنا هذه غير قوميتها، مازال ما درتش ليها الماسك. وهنا غادي ندوز نطبق الماسك وغادي نديرو على ايديا بجوج، وغادي تشوفوا النتيجه من بعد. وانا كنحاول ما امكن ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. غادي نطبقو نخليه تقريبا واحد الربع ساعه عاد نغسلو على ايديا. هانتوما البنات كنتمنى يكون كيبان لكم واضح. شوفوا مازال انا راه ما خليتهاش ربع ساعه بحكم انني زربانه مع التصوير. كيف كتشوفوا صراحه كتخرج وكتنقي وكتحسوا بواحد الرطوبيه في اليدين زوينه بزاف. انا ما خليتهاش تقريبا حتى من با 5 دقائق. شوفوا صراحه كتنقي الوجه كيخرج زوين ومجبد ونقي بحال ما فيه حتى شي حاجه. وكنتمنى انها تكون عجباتكم الوصفه وهذا، ونتمنى انكم تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وتبقاو على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم. خليو لي ارائكم تعليقاتكم كذلك انتقاداتكم، مرحبا بها. الى فيديو قادم ان شاء الله.